السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض صوابع زينب بطريقة ناجحة جدا ومقادير مظبوطة ان شاء الله هتظبط معاكي من اول مرة. بس تابعي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي ايه الاسباب اللي ممكن تخليها تفشل منك، وايه فايدة كل مكون من المكونات اللي هنستخدمها. بس في البداية نسمي الله ونصلي على حبيب المصطفى الغالي. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يشرفني انك تنضمي لقناتي علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة هنبتدي بيها هي الشربات. معانا كوبايتين من السكر هننزل عليهم ب3 كوبايات ونص من المية. ايوه 3 كوبايات ونص من المية، ده اللي هيديكي شربات مثالي، وعلى ضمانتي جربيها بالطريقة دي هيطلع لك الوصفة ناجحة جدا، وهيطلع لك شربات مثالي زي اللي بتاخديه من بره. وهننزل عليهم كمان بعصير نص ليمونة كبيرة او عصير ليمونة صغيرة، يعني يا نص كبير يا واحدة صغيرة. وهننزل عليهم كمان بمعلقة من عسل الجلوكوز، معلقة كبيرة. انا كان اخر شوية عندي فنزلت بنص معلقة، واول ما ابتدت تدوب من على المعلقة نزلت بالنص التاني. وهبتدي ان ارفعهم على النار لمدة من 20 ل25 دقيقة لحد يكون معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ايوه الشكل دوت. اول ما يكون معاكي بالشكل ده هتدنك مستنيه دقيقه واحده بس، وبعد كده هتطفي وتحطي ظرف من الفانيليا ويكون معانا الشربات جاهز. بالنسبه للعجينه معانا كوبايه ونص من الدقيق، عليهم تلت كوبايه من السميد عشان تدينا نفس الترميله اللي بنجيبها من بره. وهننزل بمعلقه صغيره من السكر. فايده السكر انه بيدينا اللون الذهبي الجميل. وهننزل برشة من الملح علشان تعادل معانا الطعم، وظرف من الفانيليا علشان تعزز معانا النكهة. وهننزل برشة صغيرة خالص من الخميرة، حاجة كده على طرف المعلقة علشان العجينة ما تكونش معانا مكتمة. وما نزودش في الخميرة، لو زودتي عن رشة صغيرة خالص هي العجينة هتنفخ منك في الزيت وهتطلع حاجة كده ملهاش اي علاقة بصوابع زينب. فما نحاولش نكتر في الخميرة، هي حاجة كده ما بين صوابعنا او على طرف المعلقة اقل من تمن المعلقة. وهننزل بمعلقتين من الزيت عليهم معلقة من السمنة. وهدمج المكونات بتاعتي كويس جدا علشان احد من نشاط الجلوتين الموجود داخل السميد. ومش هحاول ان انا اكتر السمنة عن كده، علشان انا لو كترتها عن كده مش هتكون معاكي مقرمشة وهتكون مفرولة عاملة زي البسبوسة. فانتي حاولي ان تكون معدل السمنة زي ما انا قلتلك بالظبط، معلقتين من الزيت معاهم معلقة من السمنة. وهننزل بتلت كوباية من المية بالتدريج. انا عايزاها عجينة ملمومة ما بتلزقش وفي نفس الوقت ما تكونش طرية. بعد كده هبتدي ان انا اقطعها لقطع صغيرة، مش هحاول اكبرها لان حجمها بتتضاعف في الزيت. وهقطعها على طول مش هسيبها ترتاح، انا على بال ما اقطعها هتكون ارتاحت. وبعد كده هبتدي ان انا اشكلها. اول حاجة قطعتها هبتدي ان انا اشكلها الاول على مصفى زي اللي انتوا شايفينها دي، او على ختامة الكحك زي ما هنشوف. دول اقرب شكلين لصوابع زينب اللي بنجيبهم من بره. وانا حاولت ان انا اقرب لكم الشكل على قد ما اقدر في الكاميرا. ده بيكون شكلها اللي انا عاملاها على مصفة الزيت، وكمان هنعملها على ختامة الكحك. هنحاول ان احنا نفردها كويس. انا عايزة السمك بتاعها يكون صغير جدا علشان السمك بيتضاعف في الزيت فما تفكش منك وتفضل محتفظة بشكلها. فانا هحاول ان انا السمك بتاعها يكون قليل، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا ما نضغطش جامد واحنا بنشكل علشان ما ينزلش العجينة ما بين فتحات المصفى او ختامة الكحك ايا يكن اللي انت هتستخدميه. وتيجي تلم العجينة تلاقي العجينة لازقة وتطلع لك الشكل مش مظبوط، فيكون ضغط خفيف مع سمك رفيع هيديك ان شاء الله صوابع مثالية. بعد كده في زيت ما يكونش حامي قوي وما يكونش بارد، يعني يكون درجة حرارته متوسطة. هنبتدي ننزل ونقلب على طول باستمرار عشان ما يحمرش من جنب
ومن جنب تاني لأ، لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل معانا. وهنبتدي نطلعه وننزل بيه في الشربات بتاعنا على طول وهو سخن علشان يشرب من الشربات بتاعنا. وبعد كده هبتدي ان انا اصفيه ويطلع معانا بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه دلوقتي.